خليني ابدا الحلقه دي بسؤال مهم جدا. لو انت صاحب بيزنس، هل لازم تكون موجود في شركتك كل يوم عشان البيزنس دوت يشتغل، ولا ممكن تدير كل حاجه وانت في بلد تانية تماما؟ اهلا بيكم مع دكتور إيميجريشن، اكبر صانع محتوى في مجال الديجيتال نوماد في الوطن العربي. الاجابه مش زي ما انت متخيل ولا كل الناس متخيله. فخليني اقول لك حاجه كده تصدمك في الاول. اغلب اصحاب البيزنس مش بيكونوا ديجيتال نوماد مش عشان هم مش قادرين، لكن البيزنس ذات نفسه مربوط بيهم شخصيا. طب خليني اشرح لك الفكره وابسطها لك. في نوعين من اصحاب البيزنس في العالم. النوع الاول هو اللي بيشتغل في البيزنس بايده، يعني بيرد بنفسه، بيحل المشاكل بنفسه، بيتابع كل تفصيله بنفسه. والنوع ده لو سافر يومين ولا حاجه كل حاجه بتقف. فالنوع دوت ما ينفعش يبقى ديجيتال نوماد الا لو غير من طريقه شغله. النوع التاني دوت صاحب البيزنس، اللي هو البيزنس بيشتغل لوحده، بمعنى ان هو لو مش موجود البيزنس برضو بيفضل شغال. وده الفرق الحقيقي. مش كل بيزنس ينفع يبقى ديجيتال نوماد بيزنس، لكن اي بيزنس ممكن يتحول او يتبني صح علشان يبقى ديجيتال نوماد بيزنس. طيب خليني كده اشرحها لك في نقاط. اول حاجه الريموت تيمز. اول خطوه لاي صاحب بيزنس عايز يتحول لديجيتال نوماد ان هو لازم يبني فريق. الفريق دوت بيشتغل عن بعد. مش لازم يبقى فيه مكتب ويروحوا المكتب كل يوم. مش لازم تبقى عارف ان الفريق شغال ازاي. بس استنى، المشكله مش في المكان، المشكله في الاعتماد عليك انت في كل حاجه. لما الفريق يعرف يشتغل من غيرك ساعتها انت بدات تتحرر. طيب النقطه الثانيه هي الديليجيشن، ودي تاني نقطة ودي مهمة جدا، التفويض. طيب خليني اقولها لك كده واشرحها لك ببساطة. لو انت بتعمل كل حاجة في البيزنس يبقى انت مش صاحب بيزنس، انت الموظف الاعلى راتب في البيزنس بتاعك. اللي بيشتغل كل حاجة ما عندوش وقت يعيش حياته. فالتفويض دوت مش رفاهية، ده شرط اساسي للحرية. وتالت عنصر اللي هو الاوتوميشن او الاتمتة. طب يعني ايه الاتمتة؟ يعني البيزنس يشتغل بنظام مش باشخاص في كل خطوة. طب هديك مثال. نظام دفع تلقائي الكتروني محتاج مثلا CRM، محتاج ايميل اوتوميشن، محتاج سكيدولينج للتولز. كل ده بيقلل تدخل الانسان وبيزود استقرار البيزنس. كل ما البيزنس يعتمد على البشر اقل، كل ما يقدر يعيش بدونك اكتر. وتعالى اقول لك هنا على جولدن ادفايس، نصيحة ذهبية. كل ما البيزنس يعتمد على البشر اقل، كل ما يقدر يعيش بدونك اكتر. النقطة الرابعة ودي نقطة مهمة، وهي الانترنال ستراكشر، هيكلة البيزنس دوليا. مش كل البيزنس ينفع يبقى محلي فقط، مش كل البيزنس ينفع يبقى محلي ودولي. في اصحاب بيزنس بيبدأوا بفكرة وبطريقة مختلفة، مثلا شركة في بلد، عملاء في بلد تانية، فريق من بلد تالتة، وبالتالي انا اقدر اتوسع بالبيزنس بتاعي واخليه جلوبال مش لوكال بس. اللي بيشتغل محلي ده بيفضل مربوط بمكان، لكن اللي بيشتغل عالمي هو حر ان هو يبقى موجود في اي مكان. طيب النقطة الخامسة اللي هي الريموت كنترول سيستم. بمعنى اصح يعني ايه ريموت كنترول؟ انك تبني نظام تحكم عن بعد. يعني تعرف ايه اللي بيحصل في البيزنس بتاعك، ازاي تقيم الاداء في البيزنس بتاعك، ازاي تتابع النتائج من غير ما تكون اصلا موجود. مش مهم تكون موجود في المكتب، المهم تكون شايف الصورة كاملة من مكانك بغض النظر انت موجود فين. فاخطر حاجة في البيزنس انك تكون قريب من كل حاجة وبعيد عن الصورة الكبيرة. وده يودينا للنقطة السادسة، وهي travel without business stop. بمعنى ايه؟ بمعنى ان البيزنس يفضل شغال وانت مسافر. ودي النقطة اللي بتفصل بين صاحب بيزنس عادي وصاحب بيزنس ديجيتال نوماد. وخليني اقول لك، لو سفرك بيوقف البيزنس يبقى انت لسه ما بتبنيش النظام الصح وعندك مشكلة في النظام بتاعك. لكن لو بتقدر تسافر والبيزنس بيكمل عادي جدا، بيكمل مبيعات، عملاء، تشغيل، بيكمل حتى ارباح، ساعتها انت فعلا ديجيتال نوماد. الحرية مش انك تبعد عن البيزنس، لكن ان البيزنس يشتغل بدون وجودك. هي دي الحرية الحقيقية، وهو ده التعريف الحقيقي. فخلينا اكون واضح وصريح جدا معاك. اكبر مشكلة عند اصحاب البيزنس مش المنافسة، لكن الاعتماد على نفسهم بشكل كامل. وده بيخلق 3 مشاكل: تعب مستمر، شغل مستمر، وعدم القدرة على السفر. لكن لما البيزنس يتحول يبقى نظام ديجيتال نوماد كل ده بيتغير.
التحول الحقيقي خليني اقوله لك او اوضح لك الصوره النهائيه. صاحب البيزنس اللي يقدر يبني ديجيتال نوماد بيزنس هو اللي يقدر يعمل 4 حاجات بصوره مختصره جدا: فريق مستقل، نظام واضح، اتمته قويه، وكمان تحكم في الفريق عن بعد. اقوى بيزنس مش اللي صاحبه شغال اكتر، لكن اللي يشتغل بدون صاحبه. في الحلقه الجايه هنتكلم عن حاجه مهمه جدا في مجال الديجيتال نوماد، وهي الادوات اللي الديجيتال نوماد هيحتاجها علشان يعيش ويشتغل ويحقق ربحيه من اي مكان في العالم. ولو عايز ترجع للحلقات اللي فاتت هتلاقيها موجوده في القناه، وهسيب لك لينك في الديسكريبشن. ما تنساش تكتب لي في الكومنتات سؤال: لو البيزنس بتاعك حاليا يقدر يشتغل من غيرك يوم كامل، هل هتسافر ولا البيزنس بتاعك لسه محتاجك في كل تفصيله؟ لو متابعنا لحد اللحظه دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتتابع كل حلقات الديجيتال نوماد اللي احنا عاملينها، وتشيرها كمان مع اصحابك. اشوفكم الحلقه الجايه.